السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم غادي تشوفوا معايا هذا الطبق الرائع اللي كيجي لذيذ بزاف. كما كتشوفوا معايا واحد الكويرات ديال الكفتة. ما كنهضروش على الكفتة ديال اللحم، ولكن هذه غير كفتة ديال السردين بمذاق الباذنجان مشوي اللي كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. انا متأكدة الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. ولكن قبل ما نبداو في الوصفه نبغي نذكركم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، والناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله ان المحتوى ينال الاعجاب ديالكم. لهاد الوصفه غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال السردين. انا غادي نعطيكم بالضبط المقادير باش ما تكثروش الباذنجان، يعني كيلو ونص درت معاه كيلو ونص ديال السردين، درت معاه 3 ديال الباذنجانات شويتهم وقشرتهم مزيان. غادي ناخذوا واحد طحانه كهربائيه او يدويه، غادي نوضعوا السردين والباذنجان وزليفه ديال المعدنوس والقزبر مخلطين، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره، واحد 3 دريسات ديال الثومه، والملح حسب الذوق. غادي نطحنوا الكل وغادي نحصلوا على كويرات ديال السردين. غادي نوجدوا واحد زليفه فيها الفينو، من الاحسن ما نديروش الطحين الابيض باش كيجينا مقرمش، باش كيجيونا دوك الكفيتات مقرمشين. صافي غادي نديروا غير شويه الزيت، ما نكثروش بزاف، ما نديروش حمام زيتي، فقط نديروا غير شي شويه، كنحاولوا نحمروا هذيك الكويرات حتى كيذهبوا على هذا الشكل هذا، ونقدموهم بالصحه والراحه. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.